يعطيك كي تخون شويه وغامباكتو بسيكولوجيكمون كوم يفو لي جينيراسيون اللي يجيو ولا نشوفو بحال دي زيماج هادو بقاو معرفين وتعاودوا لنا السيمانه كامله باش يتعرفوا اللعب. إذا هو يوم يحتفي به الشعب بالإنجاز كما يحتفي بالكرامة ويشكر شبابه الذين حملوا رايته واسم بلاده إلى القمم العالمية. هو ليس مجرد تتويج كروي بل هو عنوان مرحلة جديدة تؤكد أن الرياضة في المغرب أصبحت مشروعا وطنيا متكاملا تسنده رؤية جلالة الملك محمد السادس رحمه الله التي جعلت من التكوين والاحتراف مسارا لبناء جيل يصنع الفارق. يمر الموكب في رحلة قصيرة على الأرض لكنها طويلة في معناها الرمزي، ورحلة تختصر قصة وطن لا يعرف المستحيل وجيل أثبت أن الحلم المغربي قادر على أن يرفرف عاليا بين نجوم العالم. هؤلاء نجوم نراهم مباشرة أبهروا العالم وأبهروا كرة القدم العالمية بمستواهم الكبير بأهدافهم الرائعة وبالفرحة التي حملوها إلى الشعب المغربي وببطولاتهم التي بقيت راسخة هناك بسانتياغو بالشيلي العاصمة بالشيلي ببطولة العالم. كما قلت موكب الحافلة المكشوفة للمنتخب الوطني ما زال يتعرف وما زال يشهد هذا الاستقبال الحار للشعب المغربي ولكل المغاربة على هذا الإنجاز الكبير. أمين نطبق تقول لا غير كندير واحد الفلاش باك لان القصه بدات في الشيلي او كانت يمكن تبدا في الشيلي واستمرت في الشيلي. نشرح لك اول مباراه كبيره لعبها المنتخب المغربي بعد الاستقلال كانت هذيك المباراه ديال اسبانيا اللي كانت بعد ما فزتي بكاس افريقيا الامم بين المزدوجتين، يعني تفوقتي في الاقصائيات الافريقيه وكنتي شامبيون. كنتفكر بان الجيل هذا باقي فقيه جوج ديال الناس اللي على قيد الحياه، عندنا ملعبه وريح اللي ماركاو بجوج في برنابيو نزلوا 85 عام حلوا عينيهم على الكره مع هذيك الفلوس والوفاء اليوم حفادوا مشاو للشيلي وجابوا لقب من دوك الملاعب اللي كان يمكنهم يلعبوا فيها. وكنظن انها الرساله عندها واحد الرمزيه كبيره، هو انه طال الوقت اوقاته بالاراده والعزيمه اللاعب المغربي اللي هو موهوب الا تاثر وتكون ولقى الارضيه والمناخ المناسب يقدر يحقق الاحلام ديالو والاحلام ديال هذا الشاب اللي كيستنشق كره القدم. وحتى ما فوتناش فرصه وسي نشكروا شكرنا الناس المكونين هنا